السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي معايا أنا خديجة برهان في برنامجك المتميز أو برنامجك الخاص أنا وأنتي. اليوم رح أكلمك عن موضوع الشكر والامتنان. الشكر والامتنان اللي أنا أبغى أكلمك عنه مو هو اللي احنا دائما نشوفه أو نتعامل فيه. احنا أكيد كل يوم نقول شكرا 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 لأي أحد ممكن يؤدي لنا خدمة، لكن خليني أنا وإنتي اليوم نوقف شوية مع هذه الكلمة، مع كلمة شكرا أو الشكر نفسه كسلوك يجب أن احنا نمارسه دائما وأبدا. إيش معناه؟ هل في مرة من المرات وقفنا أنا وإنتي وفكرنا إيش معنى شكرا أو الشكر والامتنان اللي دائما نسمع عنه؟ هل فكرنا بعمق إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم؟ إيش معنى الشكر اللي إحنا نبغى نتكلم عنه أو نبغى نشعره ونستشعره؟ في هذا اللقاء في برنامجك أنا وإنتي رح أكلمك اليوم عن الشكر، ورح نتكلم عن معنى الشكر وكيف يكون هذا الشكر ومين اللي لازم نحن نشكرهم كمان، وإيش أثر هذا الشكر علينا وإيش أثر هذا الشكر على الآخرين، وهل ممكن نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على الأيام الصعبة والظروف الصعبة أو الأحزان اللي تمر علينا ولا لا؟ أكيد شوية مستغربة من أنه كيف ممكن نشكر الله على الأحزان. طيب قبل هذا كله خلينا نعرف أو نتفق أنا وإنتي ونعرف إيش معنى الشكر. الشكر معناها اللي هو الامتنان للآخرين، يعني ببساطة ممكن نقول شكرا، ممكن نقول الله يعطيك العافية أو الله يعطيك العافية أو جزاك الله خيرا. هذا معنى الشكر كسلوك أو كلفظ نحن نمارسه. لكن كم مرة أنا وإنتي قلنا شكرا من كل قلبنا؟ أكيد كثير من المرات، بس خليني أذكرك إن إحنا لما كنا نقول شكرا من قلبنا كانت دائما في اللحظات اللي إحنا نحقق فيها أهدافنا أو تتحقق أمنياتنا، أو إذا شخص حقق لنا اللي نبغاه، فمن كثر السعادة ما نلاقي إلا نقول تلقائيا بدون تفكير شكرا. لكن هل فكرنا نحن أنه الشكر هذا له متطلبات أخرى ولا لا؟ الشكر ما هو بالكلام فقط، الشكر يكون بالكلام تارة، يعني بعض الأحيان يكون بالكلام وبعض الأحيان يكون بالأفعال. يعني إحنا دايما نزعل من الناس اللي يقولوا شكرا 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 وما يقوموا بأفعال تجاه هذا السلوك اللي يستدعي الشكر. وهذه حقيقة، يعني في أشياء الواحد يقدر يقول عليها شكرا بالكلام وفي أشياء لازم شكرا يكون بالأفعال. كيف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما ينعم علينا بنعم كثيرة جدا نحن دائما نقول الحمد لله والشكر لله، لكن هل هذه كفاية؟ خليني أقول لك أنه مو كفاية. إحنا لما نشكر الله سبحانه وتعالى على ما ينعم علينا به لازم كمان نشكر الله بالأفعال، يعني الأشياء اللي يمنحنا إياها لازم نحسن استخدامها. اليوم الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني الصحة والعافية وأنا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الصحة والعافية، معناها أن أنا ملزومة أتعامل مع صحتي وعافيتي بالطريقة التي يحبها الله ويرضاها. يعني إيش؟ يعني أستخدم صحتي وعافيتي في أمور ترضي الله سبحانه وتعالى، مو أستخدم صحتي وعافيتي فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا سمح الله أمارس الغيبة والنميمة، لا سمح الله أمشي بين الناس وأنا أفسد بينهم، لا سمح الله أستمرض حتى أنه مثلا زوجي ما يطلب مني خدمة ولا الناس ما يطلب مني خدمة، إنما بالعكس أنا بسبب صحتي وعافيتي لازم أكون قادرة اليوم أني أنا أستخدم صحتي وعافيتي بالشكل المناسب واللائق بهذه الصحة والعافية. لأن الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني قد ما أنا أحافظ على صحتي وعافيتي وأستخدمها فيما يحبه الله، معناها رب العالمين راح يحافظ لي على صحتي وعافيتي. يعني مثلا جارتي احتاجت مساعدة، أروح أساعدها لله سبحانه وتعالى لوجه الله. لما أساعدها لوجه الله رب العالمين راح يحفظ صحتي. لما أنا عندي صحة وعافية وأقوم الليل وأدي صلواتي وأطيع الله وأصوم وأمارس كل الشعائر التعبدية اللي هي الزيادة غير الفرائض النوافل، الله سبحانه وتعالى راح يحفظ لي صحتي وعافيتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال في الحديث؟ احفظ الله يحفظك. وكان بعض السلف الصالح كان كبار في السن يشوفوهم يمارسوا أنشطة يعني حاجة شباب، فلما يسألوهم يقولوا لهم
تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يعني رب العالمين راح يحفظ لنا صحتنا وعافيتنا لما نكبر ونصير في عمر ما يكون عندنا هذه القدرة الجسدية. ممكن أنا وإنت نلاحظ دائما أنه كبار السن بالذات زي جدتي وجدتك ولا الأشخاص اللي هم أعمارهم فوق 70 و80 وتلاقيهم بصحتهم وعافيتهم يعني مختلفين تماما عن جيل هذه الأيام. ممكن نوقف شوية ونتساءل إيش اللي خلاهم زي كده؟ ببساطة لأنهم هم أدوا شكر هذه النعمة عمليا، يعني ما تكاسلوا، ما استمرضوا، ما امتنعوا عن تقديم المساعدة، ما امتنعوا عن أنه يستخدموا صحتهم وعافيتهم بالشكل الذي يليق بهذه الصحة والعافية. فهذا جانب من جوانب الشكر اللي هو العملي. طيب والشكر اللفظي كيف يصير؟ الشكر اللفظي لله سبحانه وتعالى طبعا يكون دائما إيش؟ بإني أنا أذكر هذه النعمة بيني وبين نفسي وأشكر الله عليها. طيب نيجي مع الناس، هل لهم دور أو هم لهم حق في هذا الشكر اللي لازم أنا أديه؟ طبعا أكيد، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اليوم أنا لو أبغى أشكر الله لازم أول شيء أراقب الناس من حولي، أراقب الأشخاص من حولي، إيش قاعد يقدموا لي؟ أبسط شيء، اليوم لو بنتك وولدك قدموا لك كأس ماء، أنت لازم تشكري الله على هذه النعمة أو تشكريهم أول شيء حتى تستطيعي شكر الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي سهل لك وجعل في قلبهم طاعتك أنهم يقدموا لك كأس الماء هذا، مو من شطارتك أنت، إنما من توفيق الله سبحانه وتعالى وبركته على هؤلاء الأبناء، فقدموا لك الموية. فأنت اليوم لما تقولي لولدك وبنتك شكرا جزاك الله خير، أنت بتعلميهم أول شيء أنهم يتعلموا دائما أنهم يشكروا. ثاني شيء أنت بتحافظي على هذه النعمة التي أنعمها الله عليك في أولادك. فأنا اليوم محتاجة أني أنا أشكر كل الناس من حولي، ما أقول والله هذا واجبهم وهذا حقي وهذا المفروض وهذا المطلوب، لا، ما أنطلق اليوم في تعاملاتي مع الناس من هذا الجانب، لأنه كمان الناس أحرار، ممكن الناس تقدم لك الحق اللي لك لكن ما تقدم لك الزيادة. طيب هل الناس تقدر تعيش بهذا الحق بس بدون الزيادة؟ لا طبعا ما تقدر. ليش؟ لأن الحياة تصير كذا 1 زائد 1 يساوي 2، وإحنا ما نبغى الحياة اللي تساوي 2، نحن نبغى الحياة اللي تساوي 100,000 مليون، يعني الكثير من الخيرات. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم وفي كثير من الآيات يذكر هذا الجانب ويقول إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني كل ما شكرتي يزيدك من النعيم، يزيدك من الشيء اللي أنت شكرتي الله عليه. طيب خليني أوقف شوية معاكي في هذا الجانب. أنا وإنت اليوم لازم نتكلم بكل وضوح وصراحة. نحن كنساء متزوجات كم نشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا إياه من أزواج. ممكن يكون في زوجك في مشاكل، ممكن يكون في عيوب، ممكن يكون في أخطاء، لكن بحد ذاته هذا كمان يستحق الشكر. ممكن تستغربي معايا في هذا الكلام. ليش؟ لأن اليوم لو هو إنسان كامل وما في كامل إلا الله سبحانه وتعالى حتشوف إنه هذا عادي جدا، لكن لما يكون إنسان ناقص وعاجز ومحتاج ويكون عنده عيوب وأخطاء هذه لما تخليك أنت تثبتي على الحق أو تتطوري وتتحسني أو يخليك تعرفي قدر النعمة التي أنت فيها بالنسبة للأشخاص السيئين الآخرين، أو يخليك تعرفي إيش اللي تحتاجيه في حياتك، فهذا بحد ذاته نعمة. ممكن تستغرب وتتساءلي كيف هذا الكلام؟ خليني أقول لك إنه هذا هو السر في الحياة، أن الله سبحانه وتعالى يرسل لك معلم حتى تعرفي قدر النعمة اللي أنت فيها. كيف ممكن يحدث هذا الشيء؟ ربما الله سبحانه وتعالى يبتليكي بزوج ما تقدري حتى بالغلط تشكري الله عليه، لكن يرزقك منه أبناء صالحين، فكان إيش جزاء صبرك عليه هؤلاء الأبناء الصالحين. عرفت الآن ليش يحتاج الموضوع شكر؟ لأنه يجي مع الشكر هو الصبر كمان. كل أمر المؤمن خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أنا وإنتي اليوم نقدر نتقلب في هذا النعيم بين الصبر والشكر في كل الأحوال. حتى الصبر يحتاج شوية شكر،
بلاش شوية، يحتاج الكثير من الشكر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا ألهمك الصبر وقدرك على أنك تصبري الصبر الذي يحب ويرضى، معناها أنه يبغى يجزل لك العطاء ويكرمك في المثوبة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل هذا الشيء ما يستحق أن احنا نصبر لأجله؟ أكيد تتفقي معايا أنه أنا وإنتي اليوم نحتاج ونتفق في هذه الجملة، أن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. طيب، وإذا كان زوجك رجل صالح أو رجل كويس وكل المميزات وكل الأشياء اللي تحبيها موجودة فيه، كمان يحتاج له الشكر، ويحتاج هذا النعيم أيضا وهذه النعمة كثير من الصبر. طيب، ممكن تقولي لي الآن إيش موضع الصبر في مسألة الزوج الحسن أو الزوج الصالح؟ موضع الصبر إنه هو نعمة، والنعمة تحتاج أيضا صبر في التعامل معها حتى ما تألفها أنفسنا. إذن أرجع أقول لك إن الشكر هنا مهم جدا. نحن ما بنمارس مع الأسف الشديد الشكر بشكل جيد. دائما الشكر تبعنا هو إحنا بنمارسه مع الناس لفظيا فقط أو بالكلام، لأنه نقول كذا البرستيج أو كذا النمط الحياة، أو خلينا نشكر الناس أو نقول لهم بهذا الشكل. لكن أنا وإنتي اليوم نحتاج نحن نستشعر، وأنا في هذا الموضوع حقيقة أبغى أكون معاك أستشعر مسألة الشكر بعمق، أشعر فيها في داخل قلبي. أكيد تبغي أنت كمان تستشعري هذا الشيء. لما نشعر إحنا بقيمة الشكر رح نبدأ من أول النقطة حتى نستطيع أن إحنا نشكر بالطريقة اللائقة. طيب، كيف ممكن أقدر أبدأ أشكر؟ أول شيء في الشكر هو الامتنان. الامتنان معناها إيش؟ يعني نعد النعم. طبعا نحن دائما نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه آية دائما نرددها. لكن إيش معنى نعد نعمة الله؟ نحن ما نقدر أساسا نحصي نعم الله عز وجل علينا، لكن خلينا ناخذ كل يوم بيومه. لو أنا اليوم قبل ما أنام فكرت من أول النهار إيش صار معايا، لازم في أشياء كثيرة مرت علي تستحق الشكر. مثلا إذا قمت الصباح، معناها أنا أحتاج أشكر الله على أنني قمت الصباح. الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا أول شكر لله سبحانه وتعالى، أنه رد علينا أرواحنا حتى نستطيع أن احنا نشكر الله في هذا الجانب. طيب، وبعدين إذا قدرت اليوم أصلي ركعتين الضحى، معناها أشكر الله سبحانه وتعالى على أن سهل لي وهيأ لي من أمري رشدا وقدرت أن أنا أصلي الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي هو من صلى 4 ركعات يعني اللي هي في الظهر اللي هي صلاة الضحى فقد تكفل الله له بكل شيء، فيما معنى الحديث يعني. فأنت في نعمة عظيمة جدا. كثير من الناس يمر عليهم وقت الظهر وهم ما يصلوا الضحى، أو يدخلوا في صلاة الفريضة بدون المرور بالظهر. وإذا ما صليتي الضحى وقدرتي أن أنت تتوقفي قليلا وتذكري الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت اللي هو الوقت المجهول عند الناس فضله والمهمل عند الناس توقيته، فأنت في نعمة عظيمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمك فعل الطاعة في هذا الوقت المبارك. خلينا نوقف شوية في هذا الفاصل القصير ونرجع نكمل مع بعض موضوع الشكر، لأني أنا وإنت اليوم لازم نستشعر الشكر حتى نمارسه بطريقة لائقة. فلا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا الممتع عن الشكر. احنا كنا وقفنا فين؟ وقفنا في مسألة ان احنا كيف الله سبحانه وتعالى اليوم يلهمك الطاعة في الوقت الذي ينساه الناس. إذا نرجع نقول نحن نحتاج نراجع النعم اللي تمر علينا. فكنا نقول لو قبل النوم نحن فكرنا في أول النهار وصلنا للظهر. طيب، وبعد الظهر جاء وقت الظهر، والله أولادك حولك في البيت ولا في مدارسهم وبصحة وعافية، ما في أحد منهم يشتكي المرض، ما في أحد منهم يشتكي أي مشكلة، فهم في سلام وأمان وحفظ من الله. وبزيادة كمان إذا كنت لسه أولادك ما شاء الله تبارك الله محافظين على صلاتهم وعلى صلتهم بالله سبحانه وتعالى وعلى استغلال أوقاتهم، فهذه نعمة
إحنا كثير من الأمهات نفكر إنه هذا الطبيعي بالنسبة للجهد اللي اليوم أنا أبذله مع أولادي، لكن في الحقيقة ما هو كذا. لأنه الله سبحانه وتعالى قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. أنا اليوم لما أهتم بأولادي وأجلس معاهم وأوعيهم وأنبههم وأدرسهم وأعتني فيهم، هذا واجبي أنا، لكن النتائج هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإنت عشان تشوفي بركة جهدك هذا أنت شوفي نتيجة أولادك، فهذا إن دل يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى لك ولأبنائك. فهذه نعمة عظيمة جدا تحتاج الشكر الكبير من الله عمليا، يعني لفظا قولا وعملا. لأنك لما تلقي النظر على الناس من حولك كيف يعانوا مع أبنائهم، لما تسمعي اليوم جارتك تشتكي من ولدها ولا بنتك، ولا من بنتها، ولا أختك مثلا تشتكي من أحد من أولادها، وتكوني شكاويهم بالنسبة لشكاويك أنت بالنسبة لأولادك ولا شيء، هذه بحد ذاتها نعمة تحتاج الشكر. إذا اليوم أنت قدرتي تطبخي لأولادك بصحتك وعافيتك واجتمعتوا على الأكل معاكم بيت، معناها أنتم ملكتوا الدنيا. من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الشيء. هل هذه نعمة ما تستحق الشكر؟ إلا تستحق الشكر قولا وفعلا. لأنه إيش الفرق بيني وبين الغني اليوم؟ كلنا إذا أنا عندي بيت وهو عنده بيت، وهو عنده أكل وأنا عندي أكل، وأنا بصحتي وعافيتي وبأمان وهو بصحته وعافيته وبأمان، خلاص تساوينا نحن. فهذه تحتاج وقفة وتذكر لهذه النعمة العظيمة. طيب وبعدين نكمل وابدأ أعد كل يوم النعمة التي أنا أمر فيها في اليوم، بس مجرد اليوم. لما تتصلي تلاقي أختك بخير وسلامة، وأولادك تقدر أو أخوانك تقدر تتواصلي معاهم، وأبوك وأمك تقدر تتواصلي معاهم، والناس اللي تحبيهم في خير ونعمة. هذه نعمة نحن نألفها مع الوقت، لكن تحتاج بالفعل شكر. ليش؟ لأنه لما تلقي النظر الناس من حولك اليوم تلاقيهم مشتتين، الناس كلها صارت مشتتة، تغربوا وابتعدوا، وصارت الحالة النفسية سيئة جدا. فأنت في نعمة عظيمة جدا تحتاج أن أنت تشكري الله عليها حتى تستمر وتدوم هذه النعمة. إذا استمرينا اليوم نعد كل الأشياء اللي تمر علينا، هذا ما معناها أنه أنا ما راح يمر علي اليوم مشاكل ولا ضغوطات ولا زعل ولا اكتئاب ولا كدر ولا ضيق ولا حزن ولا أني أسمع لكلمة تأذيني. لا، معناه أنه راح يمر علي كل هذا، لكن مرور هذه الأشياء مو هو اللي يخليني ما أعرف قدر النعمة التي أنا فيها. لأنه بالشيء وضده أنت بتعرفي الخير، يعني ما راح تعرفي الخير اللي أنت فيه إلا إذا صار شيء مخالف. إذا أنت اليوم مبسوطة والله واحدة اتصلت ونكدت عليكي مثلا، راح تعرفي قيمة السعادة والسرور اللي أنت كنت فيها قبل ما تنكد عليكي. فده تحتاج، يعني هذه الوقفة تحتاج إلى الشكر. فهذا هو اللي احنا نقوله. طيب والأشياء اللي تزعلنا هل نشكر الله عليها ولا نمر عليها مرور الكرام ولا نصبر عليها وبس؟ لا، نحتاج نصبر عليها ونشكر الله عليها. طيب ليش نشكر الله عليها؟ لأنه ألهمك الصبر. مجرد أنه ألهمك الصبر يحتاج شكر. فإذا شوفي قد إيش أنا وإنت محتاجين نحن نوقف كل يوم وقفة صحيحة عشان نتذكر إيش النعيم اللي إحنا نمر فيه. ممكن تحصل شوية مضايقات، بس هذه أشياء عادية جدا، لأنها من سنن الحياة أو سنن الدنيا نفسها. يعني الدنيا كلها ما بتمشي خط واحد. خط الواحد هذا خط الأموات، لكن الخط اللي يكون فيه زجزاج وطلوع ونزول معناها دليل أنه أنا اليوم حي أرزق، معناها أن اليوم أنا إنسان قادر أن أنا أميز كل شيء. طيب إذا مين اللي لازم أشكرهم؟ في البداية عشان أنا أقدر أشكر الله سبحانه وتعالى أحتاج أشكر الناس اللي حولي، أحتاج أشكر ولدي الصغير وبنتي الصغيرة، أحتاج أشكر زوجي، أحتاج أشكر جارتي، أحتاج أشكر أخويا وأختي، أحتاج أشكر نفسي أساساً، يعني إنه أنا منتبهة لكل الأشياء اللي تمر في حياتي. أحتاج أشكر كل أحد، كل شخص يخدمني اليوم ولا يقدم لي خدمة ولا يسوي لي شيء ولا معروف، حتى لو كان هو من صميم حياته من صميم واجباته، أحتاج أني أنا أشكره. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لو رحت اليوم البقالة ولا السوبر ماركت واشتريتي وحاسبتي، قولي شكرا للكاشير، لأنه كلمة شكرا راح تفرق معاكي وراح تفرق معاه. لما تقولي له شكرا راح يفرق معاه اليوم كله. لما تقولي أنت شكرا راح تتعلمي مع نفسك التقدير. لكن لما تتعاملي معاه أنه هذا شغله، معناها أنت أول خطوة خطوتيها نحو الجحود. طيب، فأنا وإنتي اليوم نحتاج ننتبه لهذا الموضوع. كل شخص من حولي أحتاج أني أنا أشكره. ليش؟ لأن هذا رح يعلمني أني أشكر الله سبحانه وتعالى.
كيف راح أشكر الله؟ لأني لما أتذكر أن الله هو اللي يسر لي وسهل لي هؤلاء الأشخاص وجعلهم في طريقي حتى يخدموني وحتى يؤدوا إلي ما يؤدونه، سواء كان واجبات سواء كان مفروض عليهم ولا مو مفروض، فهذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى لي، فمن خلالهم أنا أشكر الله. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنت اليوم ما تقدري تشكري الله سبحانه وتعالى بدون ما تشكري أي مخلوق، لأنه امتدادا لفضل الله سبحانه وتعالى عليك هو من خلال الناس. اليوم أنا وإنت لازم نبدأ نشكر أنفسنا، نشكر كل الأشياء من حولنا، ونشكر الظروف كمان، ونشكر الجو، ونشكر كل شيء، نشكر الله على كل شيء. فالحمد لله أولا وآخرا. هذا الشكر أثره رح يمتد علي وعليك اليوم، رح يمتد بالخير الكثير. الله سبحانه وتعالى من قال لئن شكرتم لأزيدنكم، الزيادة هذه معنوية أو مرئية أو ملموسة أو محسوسة، لكن أنت حتراقبي وتشوفي الزيادة. كل شيء لما تشكري يحل عليه البركة، ولما يحل عليه البركة يزداد معناها في عالمي. لما تشكري الله على السعادة البسيطة اللي أنت تشعري فيها كل صباح، رح يزداد في يومك وأيامك كلها كمية السعادة اللي أنت ممكن مع الوقت تألفيها. لذلك نحن لازم ننتبه لمسألة ألفة النعمة، لأنه تيجي المصايب هي اللي تذكرنا بالنعيم الذي كنا فيه. فدائما الشكر عاقبته حسن. لما أنا أشكر تزداد النعم في حياتي، ولما أشكر الناس أنا بعلم الناس أيضا الشكر، ولما أعلمهم معناها أنه أنا في خير عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيئا. طيب، فلما يتعلموا الناس مني أنا من كثر ما أقول شكرا، جزاكم الله خير، الله يعطيكم الصحة والعافية، الله يرزقكم، دائما لما أقول هذه الكلمات كل الناس من حولي راح يقولوها تلقائيا. حتى الإنسان اللي مو متعود يقولها راح يستحسنها مع الوقت ويقولها. أرجع أذكرك مرة تانية أنه أنا وإنتي نحتاج نقف موقف مع مسألة الشكر من خلال استشعار هذه النعمة العظيمة اللي نحن اليوم فيها. وكل شيء اليوم تشكري الله سبحانه وتعالى له في الدنيا راح تشوفي ثمرته في الدنيا، وراح تشوفي أجره وعاقبته في الآخرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أنا وإنتي اليوم من الشاكرين الحامدين الذين دائما يرون أثار نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في حياتهم، فيؤدون حقها ويؤدونها بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. حتى موعد لقائي المرة الجاية معاكي، أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.